انت وصاحبك زي اي اتنين في اي حته في اي شله في العالم كله بتتخانقوا، انا معايا ايفون وانت معاك اندرويد، ومين احسن ومين اسرع ومين اشد، وفي ناس بتوصل الخناقه ده بجد، يعني بيتخانقوا بجد. والناحيه التانيه جوجل وابل قاعدين في اخر صف بيضحكوا علينا وبيكسبوا مليارات من الصفقات اللي بيعملوها مع بعض. الحقيقه ان جوجل وابل دول منافسين اقوياء جدا، زي مثلا سامسونج وابل برضو منافسين اقوياء، ولكن العلاقه بين ابل وجوجل اغرب شويه. عارف العلاقه اللي بتتعمل على الفيسبوك اتس كومبليكيتد؟ هي دي بالظبط العلاقه اللي بين جوجل وابل. شويه ابل تنقل حاجه من جوجل، وجوجل شويه يشف حاجه من ابل، والاتنين ماشيينها كده. وشويه تلاقي خناقه على المابس، وفي سنه 2012 ابل تقرر ان خلاص كده ابل مابس هي هتبقى الديفولت وكفايه استعمال جوجل مابس. وطبعا انا لحد النهارده ما شفتش 2 3 على بعض في اللي اعرفهم كلهم في حياتي بيستخدموا اصلا ابل مابس، ولكن تمام. اهلا، انت شرفتي. انت الجديده هنا؟ جديده؟ جديده دي اللي هتاخد مكانك يا حبيبي. مكاني مره واحده؟ طب هنشوف، انا هو انت اهو، هنشوف مين هيستخدمك يا عره الابلكيشن. انت بتقول لي انا كده؟ طب اسمع بقى، من النهارده انا من طريق وانت من طريق. ولكن دي مش كل العلاقة بينهم. في حاجة تاني انت ممكن تكون بتتعامل معاها كل يوم في حياتك ومش عارف ان دي بتدخل لهم مليارات في جيبهم. عارف ايه ده؟ ده سفاري. هل فكرت في يوم ولاحظت هو ليه جوجل دايما هو السيرش انجن الديفولت في سفاري؟ الحقيقة ان دي مش صدفة. الحقيقة ان جوجل بتدفع ارقام مهولة لابل عشان تفضل مستحوذة على السيرش انجن الديفولت في سفاري. عايز اقول لك ان جوجل بتشارك من العائد بتاع الاعلانات بتاعت سفاري 36% لابل، والمبلغ ده حوالي سنويا 20 مليار بيخش لابل، وجوجل بتحتفظ بالباقي. وطبعا دي صفقه وين وين بالنسبه لجوجل وابل. ولا جوجل عايزه تخسر مكانتها كديفولت سيرش انجن جوه سفاري، ولا ابل عايزه تسيب المليارات اللي بتخش لها في السنه. ومش بس كده، بس قبل بقى ما اقول لك على الحاجات التانيه دي، عايز اشاركك جزء صغير من حلمي، وان انا نفسي اوصل ل 10000 سبسكرايبر قبل نهايه 2026. وطبعا ده بمساعدتكم باللايك والشير والسبسكرايب، لان ده بيساعد التشانل انها توصل لناس تانية اكتر بكتير. فلو حسيت ان في اي استفاده من الفيديو بتاعي، هيبقى يعني مساعده حلوه جدا منكم ان انتوا تساعدوني في حلمي ده. في سنة 2024 لسه أول امبارح سنة 2024 أبل كانت مقررة إن أبل انتليجنس هيبقى فيها حاجة اختيارية شات جي بي تي. يعني أنت ممكن تسأل سيري سؤال، سيري ما تفهمش حاجة فتقول لك تحب أوصل لصديقي شات جي بي تي الكلام اللي أنت بتقوله ده يجاوبك هو، فأنت تقول لها آه أو لأ، فشات جي بي تي يجاوب. ولكن من الواضح إن كانت دي خطة مؤقتة انتقالية لحد لما أبل تظهر في 2026 الخطة الحقيقية، وهي انها عايزة تعمل ديل، او هي اوريدي عملت ديل مع جوجل انها تحط جيميناي هو الاساس في سيري، او الاساس في الابل انتليجنس. والمفروض ان احنا هنشوف قريب سيري في ثوبها الجديد، وهنشوف حاجة مختلفة، سيري مختلفة تماما عن اللي احنا شفناها قبل كده. احنا بنتكلم على وحوش بيلعبوا سوا، وحوش بيكسبوا مليارات بيلعبوا سوا مننا، واحنا قاعدين بنتخانق مع صحابنا انت ماسك ايفون ولا ماسك سامسونج ولا ماسك بيكسل، ونشوف مين الاحسن. الحقيقة ان كل ما هم تنافسوا كل ما يكون ده في صالح المستهلك، في صالحنا احنا. انتوا هتتنافسوا هتطلعوا لنا برودكت احلى، لكن احنا لما نتخانق احنا مش مستفيدين اي حاجة. والحقيقة برضو ان الشركات الكبيرة دي مش هتدفع لنا فلوس لما نكون فان بويز لاي حد فيهم. يعني لو لقيت فيتشر عجبك في مثلا جوجل بيكسل السنه دي ما تتكبرش، عادي يا عم تنزل عن الايفون وروح اشتريه. لو لقيت فيتشر عجبك في سامسونج عادي معلش خليها عليا انا وتنزل وروح اشتري سامسونج. ولو لقيت حاجه احلى في الايفون برضو ما تقولش انا عمري ما همسك ابل ولا همسك ايفون. عادي يا عم تمسك ايفون، هو ايه يعني متوسخ؟ ما شوفوا مصلحتكم فين واشتروا اللي في مصلحتكم. الناس اللي فوق دي يلعبوا براحتهم واحنا نجيب اللي احنا عايزينه في الاخر. ما تخليش الشركات دي تضحك عليك وتعملك لويال عندها قوي كده. ما حدش فيهم هيدينا فلوس يا جماعه. لو ما شفتش اسوأ اختراعات من ابل ما تنساش شوف الفيديو ده، ولو ما شفتش ال10 ابلكيشنز اللي ممكن يخلوك اذكى بكتير دول فما تنساش شوف الفيديو ده، واكيد اللايك والشير والسبسكرايب. وكمان واشوفكم في فيديو جديد.